وسط الدوشة والزحمة والفتنة الغذائية اللي دايرة في مصر الفترة اللي فاتت ديت بسبب ضياء العوضي، عشانها ظاهرة. كل ده خلانا نسأل سؤال واحد مختلف جدا: يا ترى الناس متأثرة بضياء العوضي بالشكل ده ليه؟ وبقوا مهويس بيه كده ليه؟ هل عشان عنده علم ويعرف في الطب أكتر من اللي ما يعرفوش أكبر دكاترة في العالم؟ ولا في سبب تاني نخلي الناس كلها تتعاطف معاه وبعدها تحبه ومن بعدها تعمل منه بطل قومي بيحارب الماسونية؟ قال لي انا دعيت ربنا وقلت له يا رب انا لاهي وعاصي في الدنيا، ليه انا اللي اخترتني للرساله دي؟ يا رب لو انا على حق ورسالتي حق يا رب السما تمطر. وبيقول لي فعلا لقيتها مطر. وهل هو شاطر فعلا ولا بيمشي في الطب بمبدأ محلات الملابس وهو ريح الزبون؟ حاجات كتير خلتنا افكر في الاسئله دي، خصوصا بعد ما نزلت مجرد ريل على السوشيال ميديا بنتقد فيه نظام الطيبات نفسه بتاع الدكتور المشطوب والمغفور له ضياء العوض. فدلوقتي وقبل ما نبدا الحلقه حابب اقول لكم ان استعنت في كتابه الحلقه ديت بصديق ليا بيشتغل مخرج، عشان هو كان له وجهه نظر وراي وجاوب لي بشكل عام على اسئله من اللي كانت في دماغي. غير كده كمان هرد على اغلب الفتاوى الطبيه اللي قالها الدكتور بمصادر علميه موثقه تنفي كل الكلام اللي هو بيقول. فقبل ما نبدا روح اعمل لك كوبايه شاي اخضر عشان تحرق الدهون واحنا بنتفرج، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه لحد دلوقتي يا ريت تعمل سبسكرايب وركز معايا كده ويلا بينا. في البداية وقبل أي حاجة خلونا الأول ندعي بالرحمة للدكتور ضياء العوضي، ولازم تبقوا عارفين إن أنا ماليش علاقة شخصية بيه، ولا النقد هنا أو التحليل هيكون ليه علاقة بشخصيته، هو إحنا هنتكلم عن آرائه بشكل عام. في يوم بقى من الأيام لو أنت دخلت على اليوتيوب وعلى قناة الدكتور ضياء العوضي ورجعت بالزمن 5 سنين لورا هتلاقي الدكتور ضياء كان بيتعامل مع المحتوى زي كده بالظبط. كان موضوع عادي جدا، الراجل كان بيطلع يقول كلام من اللي درسناه في كليه الطب واللي فيه مناهج كتير منها عملها الاجانب وبسببها اتلقب بالدكتور، وحتى طريقته في الشرح وتوصيل المعلومه كانت طريقه عاديه جدا. الصداع منتشره عند ناس كتير، ممكن يكون سببها الجيوب الانفيه. لكن لما تنط سنه قدام في المحتوى بتاعه هتعرف ان الدكتور ضياء حصل له تغيير كبير في طريقته في شكله وفي ستايله. عايز اقول ايه؟ مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه، هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد. وهنا كان لازم اسال المخرج صديقي اللي قال لي ان غالبا الدكتور ضياء خد في الوقت ده ورشه تمثيل، وفي الورشه دي اخد مدرسه اسمها ميثود اكتنج او المايسنر تكنيك. ايه بقى المايسنر تكنيك ده؟ وده على حد التعريف والشرح اللي اخدته من صديقي، بيقول ان في المدرسه ديت التمثيل معناه انك تمثل من غير ما تحسس انك بتمثل، وده بالظبط زي الفنانين بره زي كريستيان بيل او هيث ليدجر اللي هو الجوك. الناس دي كانت بتعيش الشخصيه اللي بتمثلها في الحياه الواقعيه اكتر ما بتعيشها قدام الكاميرا. ومدرسه التمثيل ديت بيكون ملخصها في كام حاجه، منها ان الممثل ده مش داخل يرص سكريبت ولا حد بيلقنه الكلام او بيقراه من اوتو كيو متركب على عدسه. الموضوع بيحتاج انه يسمع ويركز في كل حركه وكل نبره صوت وكل رياكشن بيطلع منه، وعشان كده هتلاقي الدكتور ضياء عنده ركوز في ادائه قدام الكاميرا زي الركوز اللي موجود في الغنى بالظبط. الاخر ده اقبله اما يبقى بيساوي ليا. كلام مش منطقي ان انا اورث من ابويا سرطان كده انا هطلع في الاخر المسيح الدجال. تاني حاجه لازم تكون في الممثل ده وهي لعبه التكرار، ودي ان الممثل بيجيب فيها الجمله ويقعد يكررها قدام نفسه كتير جدا عشان يبطل يفكر بدماغه ويبدا يتعامل بالشخصيه اللي موجوده ديت ويمثلها. وده هتلاقيه مثلا في ممثل زي الفنان احمد زكي اللي في فيلم البيه بواب كان بيروح قبل التصوير بساعات بيقعد على الدكه بتاعه البوابين عشان يعيش نفس حياتهم بالظبط. وهتلاقي مثلا محمد رمضان في مسلسل الاسطوره عشان يعرف يعمل شخصيه رفاعي الدسوقي كان بيفضل عايش شويه في وسط معلمين عشان يتقمص شخصيته ويشوف طريقتهم في الحياه الواقعيه عامله ازاي. رفاعي ده سن اكبر من سني وبعدين هو معلم، فالاسبوع ده قعدت مع كل ما يطلق عليه كلمه معلم في مصر، قعدت معاه يعني من صديقي حسن الوحش في السبتيه، الحاج محمد عبد الهادي ده راجل تاجر حديد صديقي ايضا، وعايز اعرف ما هو المعلم فعملت بحث. وده بالظبط اللي كان بيعمله الدكتور ضياء العوضي. ده مش بس اللي بيعمله قدام الكاميرا وطريقته اللي بيتكلم بيها وتون صوته اللي بيتغير وقت الضحك ووقت الغضب او حتى وقت التنظير على الناس، ده كمان اشتغل على البرسونا بتاعته هو كممثل. يعني بعد ما طلع مع الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاعه واتكلم على نظام الطيبات اللي فيه كوارث ولسه هنتكلم فيها قدام، ما خدش اكتر من شهر واحد عشان يصور اول سيشن احترافي ليه، وتقدر تقول كده عمل زي اي ممثل جديد المفروض يعمله، وهو انه يتصور صور كويسه جدا ويحطها على السوشيال ميديا بتاعته عشان لما يجي مخرج او منتج يشوفه يختاروه بناء على الصور دي. والبرسونا والشكل اللي اسسه ضياء العوضي لنفسه ده كان بيخدم بنسبه كبيره على ارائه الجدليه والغير معتاده على الناس. يعني عمر الدكتور ضياء العوضي لو كان بشكله القديم ده والخجل والكسوف اللي كان بيتكلم بيهم دول وقال لك مثلا ان مرض السكر ده علاجه انك تاكل نوتيلا، او ان مثلا شركات الادويه
وتضحك عليك، انت عمرك ما كنت هتصدقه، ولا هتقرر انك تشير فيطلع ترند، ولا حتى انك تكمل فيديو واحد ليه. لكن طريقه الكلام المعتمده على الفلجره والاحساس اللي بيحاول يوصله لك، وان هو مش دكتور وخلاص، ده واحد صاحبك قاعد معاك على القهوه وهمه مصلحتك. تدخين الوفاه المبكره يا اخي كلا. بص يعني ايه وفاه مبكره؟ يعني ايه وفاه مبكره؟ عايز افهم. يعني كنت المفروض اموت 60 هموت على ده 50 يا اخي كلا. ده بيخليك تصدقه وتحس انه اقرب ليك من اي حد، كانه مثلا واحد صاحبك قريب ليك وكبير في السن شويه بينصحك نصيحه وفي اخرها بيقول لك يهبل او يا عبيط. كان شكلي انت حمار شبه اللي جابك. فبالنسبه لصديقي المخرج ده، ضياء العوضي يعتبر ممثل مش دكتور. طيب تعالى بقى نتكلم عن ضياء العوضي الدكتور. الراجل ليه اراء غريبه تخص شكل التغذيه، وحتى في بعض الامراض وبعض التخصصات الطبيه، وفي الحياه المجتمعيه حتى الستات ما كانش سايبها في حالها. الستات كلهم عندهم امساك، وكلهم عندهم انتفاخ وغازات. يعني مثلا بمناسبه الستات، الراجل ده بيتكلم ان الست موجوده عشان خاطر تدلع الراجل وتكون موجوده في حياته من غير بقى لا تقرفه ولا توجع دماغه. باشا الستات معمولين عشان خاطر الناس تتبسط وتكمل حياتها. هتنكد على امي ليه؟ ما تروح لواحد غيري يجربها بقى. وحتى فكره المساواه ما بين الراجل والست هو برضه رفضها، وشايف ان الستات ما ينفعش تتساوى بالراجل باي شكل من الاشكال. مش قصتك تيجي حدود مع جوزك، ولا تقول لك زيك زيي، مش فيش زيك زيي دي خالص. وفي الحقيقه انا شايف انه بيتجنن على الستات قوي وجاي عليها بشكل مش طبيعي، وهجومه المستمر على الستات ده فتح بيبان لناس كتير بتتكلم وتقول انه هو معقد شويه من الستات. بس ده برضه ملوش دعوه بالطب. اللي يخص الطب بقى هو ايه؟ مرض زي مرض السكر. خلايا الجسم البشريه بتعتمد بشكل اساسي على الجلوكوز كاول دفعه للطاقه. في بقى الجزيئات ما تقدرش تخترق الخلايا بتاعت جسمك لوحدها كده، فهنا يجي دور هرمون الانسولين عن طريق البنكرياس. الموضوع المجعلص ده كله بقوله لك ليه؟ عشان افهمك مرض السكر بيشتغل ازاي. والسكر نفسه ليه نوعين. النوع الاول وده بيبقى نوع من انواع امراض المناعه اللي بتضرب الانسولين الداخلي بتاع الجسم وبتعطله تمام، فالجلوكوز بيقعد يتراكم في الدم فيزود سكر الدم جامد. وعشان يحصل توازن للسكر في الدم لازم تاخد انسولين من مصدر خارجي. يعني اهو في نوع لازم ياخد انسولين من بره عشان يقدر يوازن السكر في الجسم. يعني مش زي ما الدكتور المشطوب الله يرحمه ما بيقول المفصول والمشطوب. ده بيقول ان الانسولين مش علاج لمرضى السكر. اوعى تفتكر الانسولين بيلحقك في حاجه. لو جسمك بيطلع فتافيت انسولين مع الاكله انا موافق عليها. بس امراض السكر مش النوع ده بس، في النوع الثاني هو اللي موجود عند اغلب الناس واسمه مقاومه الانسولين. في الحاله دي البنكرياس بيفضل يفرز الانسولين بكميه ضعف الكميه اللي بيفرزها في العادة، فخلايا جسمك المصديه ما بتقدرش تستحمل كل كميه الانسولين دي. عشان كده هتلاقي اغلب الناس اللي وزنها زياده وبتاكل اكل مش صحي عندها مقاومه الانسولين. فمعلش بقى لو كان كلامي تقيل شويه وفي مصطلحات كتير، بس هحاول ابسط لك اكتر من كده. ايه اللي ممكن يحصل لمريض السكر لو وقف الانسولين منه لنفسه كده من غير ما يرجع للدكتور؟ انا قلت لك ان في نوعين لمرض السكر. النوع الاولاني ده هو والحالات المتاخره من النوع الثاني لازم ياخد انسولين من بره، ولو وقف الدواء جسمه هيدخل في كارثه طبيه اسمها DKA او الحمض الكيتوني السكري. خلايا جسمك وقتها بتصرخ من الجوع، مفيش انسولين يدخل لها السكر المطلوب من الدم، وبعدها جسمك يبدا يتجنن ويضطر يكسر الدهون المتخزنه بسرعه عشان يلاقي اي طاقه يشتغل بيه، وبعدها يحصل حرق للدهون بشكل سريع. العمليات ديت بتطلع سموم اسمها الكيتونات الحمضيه، ودي قويه جدا بتخلي دمك زي ميه النار. الكلى وقتها بتحاول تقلل السكر وتطرد الكيتونات دي في البول فبتسحبهم معاه، وبعدها جسمك بيبدا يعطش وبطنك تبدا تتقطع من الوجع ونفسك نفسه بتبقى ريحته وحشه. ولو حد وصل للمرحله ديت ما تلحقش في العنايه المركزه وتعلق له محاليل وخد انسولين هيدخل في غيبوبه سكر ويتوفى. انت فاهم احنا بنقول ايه؟ في انسان ممكن يموت عشان ما خدش انسولين، لان في واحد بيقول على نفسه دكتور بيقول لك وقف الانسولين. طب في سؤال تاني بيتسال برضه بين الناس اللي بتفكر شويه ورافضه انظمه واراء الدكتور ضياء العوضي. السؤال ده بيقول هل ينفع مريض السكر ياكل فواكه كتير ونوتيلا وعسل ويضرب له كل يوم ربع كيلو سكر ابيض؟ يعني الدكتور ضياء العوضي كان بيقول ان السكر الابيض هو اعظم اختراع واكتشاف في تاريخ البشريه، وانه اكتر حاجه ممكن تحميك من امراض كتير. السكر الابيض اعظم منتج انتجه الانسان. بس الكلام ده عكس مثلا منظمه الصحه العالميه اللي بتقول ان اي شخص سليم عادي ما عندوش مرض السكر حتى اقصى حاجه له هي 6 معالق سكر صغيره في اليوم، يعني حوالي 25 جرام. فتخيل بقى ان في مريض سكر عايز ياخد ربع كيلو سكر في اليوم، ده 10 اضعاف اللي المفروض ياكله الانسان الطبيعي اللي ما عندوش مرض. فتخيل انت بقى ان الكميه دي كلها هتعمل ايه؟ هتلزق في بروتينات الدم والعروق بتاعت جسمك هتبوظ، وبعدها هيجي لك فشل كلوي وعمى، وممكن توصل حتى البتر في الاطراف.
سعرات. وده خد بالك غير خالص اكل النوتيلا الصبح، لان النوتيلا عباره عن سكر وزيت، يعني شوال من الكربوهيدرات والدهون الضاره. الجمعيه الامريكيه للقلب بتحذر من الحاجات دي جدا، لانها مش بس بترفع السكر في الدم وبتعمل مشاكل زي المشاكل بتاعه السكر، ده كمان بتعمل دهون على الكبد وتصلب في الشرايين، وممكن تجيب جلطات كمان. فيعني مش عارف ازاي ممكن الناس تفكر ان السكر ده اعظم اختراع في تاريخ البشريه، وان الناس ممكن تاكل الكميات دي كلها يوميا. مش عارف ازاي اصلا الناس مصممه تمشي على الانظمه دي وعايزه تنهي حياتها بايديها. بمنع اسباب المرض، مش بديلك اكل يعالج حضرتك. يعني انت علاجك مش في النوتيلا، هو المقصود انت تاكل حاجه ما تضركش وفيها السكر اللي انا عايزه. يا راجل ده حتى نظام الطيبات اللي كاتب فيه ممنوع اكل الخضروات، وفي نفس الوقت يقول لك الجسم بيعالج السكر لوحده. طب ما الخضروات دي بتعالج السكر عشان كلها الياف اللي بتبطئ من امتصاص السكر، يعني تبقى مانع الخضار. والخضار اصلا ده غذاء كويس للبكتيريا النافعه في القولون واللي بتظبط الهرمونات بتاعه جسمك. لكن مفيش ولا حاجه تقول ان انا ما اكل خضار. انا لا، الخضار ده للانعام. يعني انا اكل العنب وورق العنب ياكله الحمار اللي جنبي. ومثلا بيمنع البيض واللبن والفراخ. اهو البيض واللبن دول اساس الكالسيوم والبروتين النظيف اللي بيبني العضلات. مفيش اي بحث علمي او حتى نظام تغذيه بيديه مدرب في جيم يقول لك ما تاكلش فراخ، عشان قال ايه؟ هتبقى خايف او مرعوب. مش حد بياكل فراخ ما بيخافش من الضلمه. الايرانيين ما بياكلوش فراخ، عشان كده تلاقيهم ايه، خبطوا في بعض وما بيخافوش. وبعدين الفراخ اتسلف ما تتاكلش. الشيعه مع اننا ما باخدش بارائهم، بس ليهم راي هنا بقى مش فقهي، راي علمي. بيسموا ان الدجاجه خنزير الطيور. هو انت ممكن تعمل فورمه من غير فراخ، بس الفراخ مصدر بروتين كبير جدا. كلامه ملوش اي سند علمي من اي حته غير رايه هو. ثم ان انت دلوقتي بتحاول تعالج السكر وفي نفس الوقت بتسمح بالعيش التوست والرز والبطاطس، مع ان النشويات دي بترفع السكر وبتزود الوزن خصوصا عند الناس اللي عندها مقاومه انسولين. ثم خد تعالى هنا، هو ايه علاقه البيض بالجيوب الانفيه؟ يعني حضرتك جبتها من انهي مكتبه؟ مين اللي مطلع لك البحث ده؟ ما بلاش بقى هبد يا دكتور ضياء. انا ما عنديش جيوب انفيه وما بشخرش وانا نايم عشان ما باكلش بيض. ما بيجيلكش برد؟ لا، الجيوب الانفيه دي عباره عن تجاويف في الجمجمه، بتلتهب بقى بسبب ايه؟ البرد، الحساسيه من التراب، والحاجات اللي انت عارفها دي. ايه علاقه البيض بالموضوع ده؟ ما فيش غير نسبه صغيره جدا من الاطفال حوالين العالم، حوالي 2% عندهم حاجه اسمها حساسيه البيض، ولما بياكلوه جهازهم المناعي بيطلع مواد تجيب لهم طفح جلدي ومغص وممكن كمان رش. والمشكله اصلا بتبقى بسبب مناعه الاطفال دي، واوقات بتبقى بسبب الجينات. فانا بصراحه مش فاهم ازاي الناس قادره ما تسمعش كل كلام الدكاتره ولا كل المنظمات الطبيه العالميه، وكمان وزاره الصحه المصريه مش عايزين يسمعوا كلام بس عشان هم سمعوا كلام واحد ممثل. ايوه، ما الحقيقه ان الدكتور ضياء العوضي بالنسبه لي انا كمان كان ممثل ذكي كمان وقادر انه يضحك على الناس. ما هو مش عشان يحميك من جشع شركات الادويه ياكلك هو، لانه وصل سعر الكشف بتاعه في اخر تحديث ل $500. ثم احنا كمان كمصريين شعب طيب وحساس شويه ومتدين وبيحب ربنا جدا، فلما يجي واحد المفروض ان هو دكتور ومتعلم، ولا مش متعلم اي علام، ده راجل طالع من كليه الطب ودي كليه قمه في مصر، وحلم اي اسره ان حد من ولادها يبقى دكتور في يوم من الايام. فتخيل بقى لما يجي لك الدكتور ده وهو كمان بيقول لك حاجه سواء طبيه او حياتيه بيدخل فيها حته من الدين من القران او السنه. طب انا قعدت ابص في القران، هل في حاجه بتقول ان الخضار ده اكلي؟ ده انا لقيت العكس، لقيت ربنا بيقول ايه؟ قل فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حبا. فيه شفاء للناس الا العسل شراب يخرج من بطونها. وهنا ضياء العوضي بيلمس حته حساسه جدا عند الناس، وهي حبنا لربنا والتدين بتاعه. ومع الاسف انت بتصدقه وبتصدقه جدا كمان، لدرجه انك ممكن تنهي حياتك عشان تسمع كلامه اللي هو ضد طبيعه جسمك اصلا. وانا عارف ان في ناس كتير ممكن تتخانق معايا بسبب الفيديو ده، وناس تانية كتير ممكن ردودها ما تكونش لطيفه شويه، لكني متقبل اي حاجه لان في الاول وفي الاخر رعايه ربنا ورعايه ضمير، لان قلت حاجات كتير علميه وحقيقيه. وبس بقى يا سيدي، ارجو بقى ان الخلاف بتاعنا ما ياثرش على السبسكرايب اللي هتعمله دلوقتي للقناه واللايك اللي هتعمله للفيديو عشان تستناني بفيديوهات تانية كتير، وربنا يستر. سلام.